بص، لما يكون عندنا عرض للفنان مدام يسرى واحمد عز وفريق عمل مميز جدا وكبير جدا زي الجروب اللي سافر للرياض، احنا بنقدم مصر. فانت بتقدم مصر، فن، تمثيل واداء مسرح واضاءه وديكور، واللبس جزء كبير جدا من العمل المسرحي. فانت بتقدم كذا شخصيه جوه العمل. كنت قاعد في المسرح، فالناس كتير قوي مش عارفاني انا مثلا مين، مثلا في ناس عارفاني وفي ناس لا. فبسمع اللي ورايا يقول ايه، يا زين ما لابسه يسرى، يا زين ما لابسه يسرى. سيداته قاعدين ورايا، فالناس معجبه باللبس ومرحبين، حتى لو شخصيه هي شويه فانتزي شويه او حاجه، بس اللبس كان حلو، كان مميز، كان مدفوع يعني مصروف عليه حلو. فانا شايف انها كانت حاجه، بقالنا سنين ما شفناش مسرح حلو، بقالنا سنين من بعد الثوره ما شفناش مسرح حلو، شفناها الحمد لله. يعني نجومنا المصريين في الرياض، دي حاجه كويسه قوي. كان قبلها كمان كان في مسرحيه مدام ليلى علوي، كانت اخر ديسمبر اللي فات واول يناير 24. فكان بالنسبه لي برضو عوده للمسرح بكل ثقله، يعني عشان دايما كنت مع مدام يسرى من ايام طيور الظلام، وايام لما بابا ينام، والايام كعب عالي، ومدام ليلى الجميله والوحشين، وليلى وداليا البحيري لما عملت ماي فير ليدي. فطبعا دي حاجه كويسه قوي بالنسبه لنا يعني. وطبعا عارف ان شغل المسرح بيختلف عن شغل العادي، انت بتخاطب اول شخص في الصف الاول لغايه اخر شخص. كان في اختيارات بينك وبين يسرا في الملابس وكده، قعدت مع بعض طبعا قعدنا اختيار. مع بعض واتكلمنا، ومع جهة الانتاج ومع الستايلست ومع المخرج ومع فريق العمل كله، احنا هيبقى دخلتها ايه. في بعض الفساتين كان لازم نجري عشان نلحقها في ثانية، فكان بيتعمل لها زي كواليس خاصة في 3 ثواني، بتغير الفستان او بتلبس حاجة فوق حاجة عشان تقلعها وتخش تاني على طول. لا طبعا كان في حاجات. وانا بحب في يسرى ان هي محبة، انها مش بتقول لا ده كتير عليا وتعب. لا، كانت فعلا. انا رحت مرتين يعني، قعدت في الرياض معاهم 6 ايام، حضرت البريس كونفرنس، وبعد كده حضرت العرض اللي هو الخاص اللي قبل العرض الجنرال، والليلتين عرض. لا يعني اوريدي شغل 6 ساعات متواصلين او 7 ساعات متواصلين، ما فيش حاجه فيها دينامو شغل يعني. عايز برضه ابارك لك عن اول مصري يشارك في اسبوع نيو دلهي اعتقد في الهند، صح كده؟ كلمني عن الموضوع ده. بص، كانت يعني انا كانت مشاركتي في الهند بالذات كنت مستنيها بقالي سنين. الهند عالم، دي فكره، دي بلد العجائب بالنسبه لي يعني. فكانت بالنسبه للهند احنا هنروح لهم بشغلنا الهاند ميد والتطريزات. هل هنعرف نسد قدامهم؟ هل هنعرف نقول احنا شكلنا كويس؟ هل احنا بنعرف نعمل حاجه؟ انا عمري ما هنسى ان أنا تاني يوم العرض، انا رحت مثلا يوم 1 في الشهر 1/5، العرض كان يوم 2، فانا حاطط ستوري يوم 3. فلقيت مدام دكتوره بسمه وهبه الاعلاميه بتقول لي الله حلو قوي الفستان اللي انت قماشه انت جايب من الهند وعرضته. قلت لها يا دكتوره تعالي هنا، هو فين اللي انا عرضته؟ اجيبه امتى من الهند واعرضه امتى في الهند؟ ده شغلنا في مصر، واحنا انا اوريدي قدمته في الهند عن شغل 4 شهور في مصر، ثم قدمته في الهند. ازاي اجيب حاجه جاهزه؟ ده بتاعتنا وشغلنا. قالت لي رائع، انا اعتقدت ان ده شغل في الهند. قلت لها لا، هو معروض في الهند بس معمول في مصر. فالحمد لله خدنا يعني سكسي جامد قوي، ونجحنا جامد قوي. هناك عندهم فطاحل، عندهم هناك كان اول مره اشارك في الهند. كانت بتجيلي هناك كتير قوي مشاركات، اقول لا ده من بعدها 7 ساعات سفر، ده از تو ماتش. بعد كده نيو دلهي اول مره اروح، فكان عارف انها صعبه شويه ترانسفير وكده وكسفر ومواصلات وكذا، فقلت لا خلينا ايه على مهلنا. فالحمد لله جت في توقيت كان اول شهر 5، وكان بالنسبه لي كان ما فيش فيها ضغطه جامده قوي. قبلها كان في فاشن فاكتور، قبلها كان في باريس فاشن ويك، قبلها كان في موسكو فاشن ويك في شهر 12، كان مع البريكس جروب، مجموعه البريكس العالميه. كنت بخاطب 65 دوله، احنا بمثل مصر من ضمن 65 دوله في العالم. كان فيها تركيا والهند والصين ويا كل دول العالم، عشان مجموعه البريكس العالميه انت بتخاطب بيها كل المنتجين اللي بيشتغلوا زيي، فاحنا ممكن نبقى في تبادل تجاري بنفس عمله البلد، دي مهمه قوي. فالحمد لله ربنا يقدرنا وربنا يقدرني يعني. انت على طول مكسر الدنيا، على طول مكسر الدنيا في كل حاجه والله. بحاول انا مش كويس، انا بحاول اكون كويس عشان كويس ده يبقى معدي. طول عمرك. إيه اخر لوك شفته وعجبك؟ اخر لوك شفته وعجبك من فنانه؟ اه. بص انا يعني بحب كل فنانينا، وبحب القوه الناعمه اللي بتبقى في مصر وبره مصر. انا امبارح مثلا كان عندنا الجائزه الحمد لله رب العالمين في مهرجان الفضائيات العربيه. شفت فستان مين عجبني؟ شفت فستان نادين نسيم نجيم. عجبني لونه ان هو بني هافان، لون مش متداول، ففكره حلو، جسمها حلو، لون الفستان حلو، شكلها كان لطيف قوي، انا عجبتني.
لا ان شاء الله يبقى في بينا عمل قريب ان شاء الله. انا بحبها جدا واحب ان انا اعمل لها حاجه بس هم طبعا عندهم في لبنان ما شاء الله في فاشن ديزاينرز كتير قوي، انا بحبهم كلهم وعلى راسهم ايلي صعب الفنان العالمي يعني، انا بحبه وبحترمه جدا يعني. يعني بالتوفيق. ميرسي جدا، شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا.